عايز تعرف ازاي المغرب كسبت فرنسا في ركلات الترجيح في نصف نهائي كأس العالم للشباب؟ تعال اقولك تحت. انا عايزك تتخيل معايا ان حارس منتخب المغرب الاساسي يانيس بن شاوش اتصاب في الشوط الثاني ونزل مكانه الحارس الثاني ابراهيم جوميز. المفاجأة بقى ان محمد وهبي مدرب المغرب قرر ينزل الحارس الثالث اللي قدامك ده، وهو عبد الحكيم المصباحي، في آخر ثانية في المباراة عشان ركلات الترجيح. المبهر بقى هو المشهد اللي قدامك ده. عبد الحكيم المصباحي استغل في الركلة التانية والركلة الخامسة لفرنسا انشغال الحكم مرة بتحذير حارس فرنسا ومرة بتوجيه لاعب فرنسا، وخرج من مرماه واقترب من اللاعب المسدد عشان يطول مدة تنفيذ الركلة ويعمل فوضى في دماغهم ويخليهم يفكروا في أكتر من قرار. وبالفعل فرنسا ضيعت الركلتين. تخيل تكون الحارس الثالث وما لعبتش ولا مباراة ونازل في وقت حرج ومليان ضغوطات، وتبقى بكل الثقة دي وتوقع المنافس في الغلط وتقود المغرب إلى نهائي كأس العالم. عبد الحكيم المصباحي ابن الجيش الملكي دخل التاريخ النهاردة. المغرب أحمر.